بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. النهارده هنحل ماتش الاهلي وسان داونز اللي انتهى منذ قليل 1-0 لسان داونز. النهارده الحكم كان سيء جدا 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 جدا. النهارده الحكم كان سيء جدا جدا جدا. كل شويه صفر فاول فاولات فاولات فاولات. بس مش بنهاجم، مش بتكلم عن التحكيم. مش بتكلم عن التحكيم، مش الحاجة التحكيم. برضو الاهلي كان سيء جدا 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 النهارده. الاهلي النهارده كان سيء جدا. اليو ديانج، مروان عطيه خارج الخدمه، وصلاح محسن وقفشه، الاربعه دول كان سيئين، ورامي ربيع بصراحه، وهاني يعني برضو هاني. مفيش غير عبد المنعم والشناوي وعلي معلول هم اللي حلوين، ورضا سليم وبوتاو بصراحه يعني. كمان الاهلي النهارده مش عارف فكر كولر كان عامل ايه. ليه النهارده ليه ما نزلش حسين الشحات؟ ليه نزل طاهر؟ ليه مع طاهر محمد طاهر ليه؟ وصلاح محسن ده وموندس، شكل موندس ده مقلب. كان كهربا احسن من مودست. لو كهربا بدأ احسن من صلاح محسن واحسن من مودست، كهربا احسن منهم هما الاثنين بصراحه. كده الاهلي ما عندوش نمره تسعه، مفيش غير بس بعد ايفونا ووليد ازارو. كده الاهلي ما عندوش نمره تسعه كويس يعني. وكمان الاهلي النهارده كان سيء جدا 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 النهارده. مفيش ولا كوره ولا اي حاجه خالص. كده الحارس المرمى بتاع سان داونز كان بيهاجم لوحده، كان ناقص يجيب شيشه ويهاجم بيها او كوبايه شاي في ايده وهو بيهاجم. يعني مفيش ضغط خالص يعني. الحارس سان داونز الاهلي التلت الامامي بتاع الاهلي ضايع خالص، مفيش حد بيهاجم خالص على حراسه المرمى. كان مفيش غير المكسب الوحيد بس للاهلي واكرم توفيق. الحمد لله على السلامه يا اكرم توفيق. النهارده مكسب النادي الاهلي ومكسب المنتخب مصر. يستعد لبطوله افريقيا قبل 60 يوم. ايوه قبل 60 يوم هو بطوله افريقيا. لو اكرم توفيق لعب ان شاء الله فيتوريا يحط ان شاء الله 23 ونلعب مطلع عام القادم بطوله افريقيا 23. المطلع عام القادم باذن الله بتوفيق اكرم توفيق. كمان الاهلي النهارده كان سيء جدا جدا جدا. ما تنسوش اشتراك الكره مع باسم. يعني ان شاء الله عندنا شغل ان شاء الله بكره. تشكيل الاهلي متوقع امام سان داونز مباراه العوده. يا رب يكون امام عاشور جاهز باذن الله. يا رب امام يكون جاهز ماتش العوده. وان شاء الله نحط تشكيل الاهلي متوقع ماتش العوده ان شاء الله. وكمان عندنا يوم الاربعاء حلقه تشكيل التحليل المتوقع. وكمان تشكيل الزمالك وزد باذن الله. وكمان في مفاجات في نادي الزمالك. هل اسوريو يمشي قبل بعد ماتش بيراميدز نهائي الكاس ربع سيمي فاينال الاربعاء يوم 8 نوفمبر؟ هنشوف ونتابع الاخبار واحصائيات كل الجديد مع باسم الزمر. والكرة مع مين؟ الكرة مع باسم. بالمناسبة واحد الترجي والوداد خلص 1-0 للوداد، ملعب محمد بن الخامس. الترجي لازم يفوز 2-0 بس ان شاء الله بالنهائي عربي. ان شاء الله النادي الاهلي في النهائي باذن الله. الترجي او الوداد مش هيفرق معانا. المهم الاهم واهم افريقيا يا اهلي، الاولى يا اهلي، بامر الله يا اهلي، بيبقى اهلي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرة مع مين يا أولاد؟ الكرة مع باسم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.